تمثل مباراة الوداد المغربي أهمية كبيرة للمدرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لفريق الهلال خلال الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2022 بالمغرب، ويستضيف الوداد نظيره الهلال مساء السبت المقبل في مباراة لا تقبل القسمة على 2، حيث سيلعب الفريق المغربي بصفته صاحب الأرض والجمهور وبطل دوري أبطال أفريقيا والبطل السعودي بعدما حصد دوري أبطال آسيا بنسختها الأخيرة. وتنتظر إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل معرفة نتيجة هذه المباراة من أجل حسم مصير دياز سواء بالبقاء أو الرحيل، وفي حال خسارة دياز فإنه سيرحل رسميا عن تدريب الهلال، خاصة بعد تذبذب مستوى الفريق مؤخرا، وكان الهلال ودع منافسات السوبر السعودي بالخسارة من الفيحاء في الدور نصف النهائي 0-1، فضلا عن الابتعاد عن المنافسة حتى الآن على لقب دوري المحترفين. في نهاية الفيديو لا تنسوا دعمنا من خلال الاشتراك في القناة ووضع لايك للفيديو.